الترجي سوف يجد منافسة شرسة مع العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب مثل الزمالك وأندية سعودية أخرى. كشف تقرير تونسي أن الكوتش معين الشعباني المدير الفني للمكشخة طلب التعاقد مع مواطنه الياس جلاسي لاعب وصانع ألعاب فريق المصري. وسبق وقاد معين الشعباني فريق النادي المصري كما نعلم خلال الفترة السابقة، وكان جلاسي تحت قيادته الفنية. تقارير نقلت عن موقع فوتبول تونسي أكدت أن الشعباني يسعى للحصول على خدمات اللاعب جلاسي ولصالح الفريق، وكشف أن الترجي سوف يجد منافسة شرسة مع العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب مثل الزمالك المصري وأندية سعودية كبرى. هذا وعلى وقع تعيين معين الشعباني كما نعلم مديرا فنيا للفريق في ثاني اختبار له في البطولة بعد تجربة الكاس التي لم يكلل فيها بالنجاح والتتويج، ولكن هذه المرة العودة ب3 نقاط ثمينة من رادس والانتصار على اتحاد بن قردان. معلول بعد خروجه الأمور فيها غربلة، خاصة على مسؤولية الانتدابات وعودة طارق ثابت والكثير من الكواليس والحكايات والكثير من الأسماء المطروحة. هناك تقارير أخرى كذلك من البورسعيد قد كشفت بعد أن كامل أبو علي رئيس النادي المصري يرغب في الإبقاء على اللاعب بشدة والحفاظ على العناصر الأساسية لفريقه أملا في التتويج بالبطولات الموسم المقبل، ولكن يبقى اسم اللاعب أجلاسي موجود وبقوة في العودة إلياس أجلاسي إلى الترجي، ولما لا في الميركاتو الصيفي. على ذكر السعودية والكأس العربية وأجواء ما ينتظر من تحديات بالنسبة للأحمر والأصفر، كريم بنزيما في مواجهة الترجي فكيف ذلك؟ أكدت مصادر صحفية عالمية أن نجم الريال كريم بنزيما يستعد للإعلان رسميا عن رحيله عن الملكي وفي طريقه للتعاقد مع اتحاد جدة السعودي. هذا كله سيعني أن بنزيما سيكون في مواجهة الترجي في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بما أن الفريقان في مجموعة واحدة، كما سيكون في مواجهة النهدي الصفاقسي في حال الترشح الأخير أمام الهلال السوداني، وإذا كتب للمواجهة أن تتم. ختاما الترجي اليوم يفوز على اتحاد بن قردان أخيرا 2-0 ويصعد إلى المركز الثالث. ارتقى الترجي إلى المركز الثالث الذي لا يليق به بفوزه على ضيف اتحاد بن قردان سعيا في الصدارة. ارتقى الترجي إلى المركز الثالث بفوزه على ضيف اتحاد بن قردان. إن شاء الله القادم أفضل، واكتبوا لنا في التعليقات اسم إلياس جلاسي، هل فعلا قادر إنه يفيد الترجي ولا لا؟